5/2019 اعتمد السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة في 18 تكتب الموافقة على تشكيل الموضوع تحت إشراف السادة الدكاترة محمد عبد الرحمن العيدي، زين العابدين سعيد فارس، صابر حسن الغنام. وافق الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة في 3/4/2023 على تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من السادة الدكاترة زين العابدين سعيد فارس، غريب جبر الغنام، محمد سامي راضي، صابر حسن الغنام. وتعقد المناقشة اليوم بتاريخ 18/5/23. قبل ما نبتدي إجراءات المناقشة بيسعدني إن أنا أعبر عن سعادتي النهارده بوجود أساتذة أفاضل وزملاء أعزاء الدكتور محمد سامي راضي متعه الله، والحقيقة جاي من اسكندرية يعني 5 ساعات، كتر خيره وميزان حسناته. وشرف الكلية النهارده الحقيقة. وطبعا ابني وصديقي تلميذة كمان تلميذي دكتور غريب لازم نبدأ بيها أول. ماشي. تزاملت معاه في مسائل كتيرة، لا كل مني كل الإعزاز والتقدير. محمود 10 دقايق تدينا ملخص للرسالة مش عارف. استاذ المعالي الرئيس قبل ما يبدا محمود، النهارده في ملاحظه غريبه جدا. الباحث ده سجل رسالته من 18/5/2019. النهارده 18 مره 4 سنين باليوم. صدفه غريبه مش مخططه، بس هي جت كده قدرا. اتفضل يا حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان الرسالة: نموذج كمي مقترح لتحسين فاعلية المراجع الخارجي في قياس قدرة المنشأة على الاستمرار دراسة ميدانية. رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور لفلسفة المحاسبة من الباحث محمد هارون. إشراف الأستاذ الدكتور زين العابدين سعيد فارس، أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ كلية التجارة جامعة بورسعيد. والأستاذ الدكتور صابر حسن الغنام، أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ المساعد كلية التجارة جامعة بورسعيد. والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن العيدي رحمه الله، أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ كلية التجارة جامعة بورسعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ومن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي فإني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. جزء من الآية 15 من سورة الأعراف. الإطار العام للبحث. مقدمة: زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة بموضوع استمرارية المنشآت، نظرا لأن فرض الاستمرارية يمثل حجر الزاوية في بناء نظرية المحاسبة، وبنية أساس الاستمرارية في المحاسبة تعد القوائم المالية بافتراض أن المنشأة سوف تستمر في أعمالها في المستقبل المنظور، ويتم إعداد القوائم المالية ذات الغرض العام لاستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تعتزم إدارة المنشأة تصفيتها أو إيقاف العمليات أو الأنشطة ذات الصلة. في هذا السياق يكون المراجع الخارجي مسؤولا أمام الأطراف المرتبطة بالمنشأة عن التنبيه المبكر فيما يتعلق بقدرة المنشأة على الاستمرار من عدمه، الأمر الذي ترتب عليه وجود فجوة بين ما تتوقعه الأطراف المرتبطة بالمنشأة من المراجع الخارجي وبين الأداء الفعلي له، مما دعت الحاجة إلى قيام المراجع الخارجي ببذل مزيد من الجهد في محاولة تضييق هذه الفجوة. وبناء على ما تقدم فقد تناولت الكثير من المعايير والإصدارات المهنية مسؤولية المراجع الخارجي تجاه تقييم الاستمرارية، معيار المراجع المصري رقم 570 المتعلق بمسؤوليات المراجع الخارجي تجاه تقييم استمرارية المنشآت عند مراجعة القوائم المالية ذات العلاقة، حيث يسعى المراجع الخارجي في هذا الإطار إلى الآتي: الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بشأن استنتاج مدى مناسبة استخدام الأداء لأساس الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية. استنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، يتم استنتاج ما إذا كان يوجد عدم تأكد جوهري
ذو علاقة بأحداث أو ظروف معينة والتي قد تثير شكا كبيرا بشأن قدرة المنشأة على الاستمرار.